النهاردة هنتكلم عن إحساس غريب ممكن يكون كلنا مرينا بيه. إحساس بيخلي دماغك تقف للحظة وتقول لنفسك المشهد ده أنا عشته قبل كده. الإحساس ده اسمه ديجافو، وديجافو كلمة فرنسية مكونة من جزئين، ديجا ودي معناها قبل كده أو سابقا، وفو يعني مرئي، يعني الترجمة الحرفية رؤية من قبل. ومن هنا المعنى إنك تحس إن الموقف اللي قدامك حصل قبل كده رغم إنه جديد عليك. طب هو بيحصل ليه؟ العلم بيقول إن الموضوع له علاقة بالذاكرة. المخ بيخزن الموقف مرتين، مرة في الذاكرة القصيرة ومرة تانية في الذاكرة الطويلة. فكر فيها زي الكمبيوتر. انتوا عارفين إن أي كمبيوتر فيه نوعين من الذاكرة، ذاكرة مؤقتة اسمها الرام، وذاكرة تانية بتكون دايمة ودي اسمها الروم. لما بيحصل لخبطة في مخ الإنسان، المخ بيكتب الموقف في الرام والروم في نفس اللحظة. ساعتها بيتهيألك إنك شفت المشهد قبل كده مع إنه بيحصل لأول مرة. بس مش ده التفسير الوحيد للظاهرة دي. في ناس بتقول ديجافو عبارة عن أكوان تانية موازية، وناس تانية بتقول إن دي ذكريات من حياة سابقة. أيا كان التفسير، الديجافو بيخلينا نسأل هل حياتنا ماشية في خط مستقيم ولا في سيناريو بيتكرر؟ وفي الآخر الديجافو هيفضل لغز، بس لغز جميل بيفكرنا إن دماغنا أحيانا أذكى وأغرب مننا. كانت معاكم حبيبة جمال والكرياتيف بروديوسر محمد جلال، واستنونا في حلقة جديدة من بودكاست كلام فاضي بس مهم. وما تنسوش اللايك والشير والفولو. سلام.